السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنات بقى خليكم معايا كده، ده الجزئية التانية من لو عايز تخرب علاقتك، بس دي خاصة بالبنات. أول حاجة كده، لو عايزة تخربي علاقتك بشريك حياتك، مش تهتمي بيه، ما تسأليش عنه. حتى لو هو في الشغل ما تسأليش، ولا تبعتي أي رسالة ولا أي حاجة بنتي خالص، ما تسأليش. ده خطر، خطر على الصحة. مش تهتمي بتفاصيل شغله، ولا ليكي دعوة بأي حاجة. انت ليكي دعوة بالمطبخ والعيال بس، ماشي؟ دي لو عايزة تخربي علاقتك بيه، تمام؟ رقم اتنين، اول ما يرجع من الشغل مش تستقبليه يا بنت الحلال، اللي عايزاك تستقبليه بريحه البصل والقرطه اللي بتربطوها دي، وتمام، والعيال عماله تعيط وعقديه في عيشته لحد ما يطفش، تمام؟ دي لو عايز تخربي علاقتك. تلاتة، لما يزعل ان شاء الله، لا ده هو اصلا كده كده، ده هيبقى النكد بالنسبه لكم عالمي. يعني هو كل يوم لو انت في المنظر ده كده، هيبقى على طول كل يوم نكد. لما يزعل بقى تسيبيه يزعل، مش مهم، يتفلق يا بنت الحلال. انت يزعل ايه؟ احنا مالنا، ما هو كده كده هيجي يصلحك. ده ان شاء الله، باذن الله باذن الله هتطلعي قريب. رقم أربعة، لو أول ما يرجع من الشغل، أول ما يجي من الشغل، طنشيه. هو بيعرف يعمل كل حاجة لوحده على فكرة. يعني ممكن يخلع اللبس لوحده، ممكن يدخل الحمام لوحده، ممكن يحط أكل لوحده. طنشيه يا ماما، انتي مسؤولية العيال يا ماما، شغلاكي، ما ينفعش. طنشيه يا حبيبتي، طنشيه. حسبي الله ونعم الوكيل. خمسة، خمسة، عايزين كل هم، كل ما اشوف وشه اقول له انا عايز فلوس. ده اللي متجوزين، كل ما اشوف وشه اقول له انا عايز فلوس. زي ما يكون انت علاقتك بيه بقت منحصرة في الفلوس بس. يعني زوجك ده هو فلوس بلك بتاعكم. غير كده مش عايزينك تتكلمي معاه. ان شاء الله باذن الله باذن الله هتطلعي قريب. ستة، خليكي ماشية بمقولة الراجل يعني مش يعدل مزاجه الا بطنه. يعني اهتم ببطنه قوي، اي حاجة تانية ما تهتمش بيها. تمام، بإذن الله بإذن الله. رقم ثلاثة، بصي اي حاجه يقولها لك، لو انت خطيبه، يعني انت لو انت مخطوبه بقى، عايزاكي اي حاجه خطيبك يقول لك عليها، انا عايزه الجيران يعرفوا، وبيتك يعرفوا، واصحابك يعرفوا، بس بصي انا عايزه كل الناس كلها تعرف ان هو قال لك الحاجه الفلانيه. علاقتك باذن الله هتتخرب. يا ريت لما ياخد رايك في حاجه قول له بس لو سمحت ثانيه واحده، بس هاخد راي ماما واجي بسرعه. تاخدي راي ماما وتيجي، تمام؟ لو عايزه تخربي علاقتك، انا بقول الكلام ده في هزار، بس الكلام ده بيخرب بقى فعلا بيوت، بيبوظ علاقات. يمكن انا بقوله في هزار او بقوله في ضحك علشان نهون شويه على بعض، بس الكلام ده فعلا خطوبات بتتفشكل بسببه. الكلام ده فعلا طلقات بالهبل بسببه، فنركز. وفي نفس الوقت انا بقوله وهو بصوره كوميديه علشان نهون شويه، تمام؟ رقم 10، لو عايزه تخربي علاقتك، مش تهتمي بيه، مش تهتمي هو بقى بيحب ايه، بيكره ايه، لونه المفضل ايه، اكلته المفضله ايه، اعملها في الاسبوع. مش تهتمي يا ماما بالحاجات دي، مش تهتمي. انت مش فاضيه الحاجات دي. 11، لما يتنرفز بقى، انا عايزاكي كل رد برد. لو عاوز تخربي علاقتك، كل ما يتنرفز ردي، هو يرد من هنا وانت تردي من هنا، هو يرد من هنا وانت تردي من هنا، لحد ما في الاخر تروحوا لطشين في بعض، روحي مطلقك عشان نخلص. انت تستاهلي اصلا منك لله يا شيخه. 12، زي ما يكون لو سكتوا هيحصل حاجه. يعني البنات او الزوجات عموما لو سكتوا، بحس انهم هيحصل حاجه لما يسكتوا. ان الرجاله مثلا لما تنرفز دي تسكت، لا اسكت ليه، انا لازم ارد عليه، لازم. انا عايزاكي بقى عشان ان شاء الله كده، لما انت لو انت مخطوبه، وان شاء الله عشان خطيبتك اصلا ولا خطوبتك تتفشكل، عايزاك كل ما ابعت رساله مش هترد عليه، شوفيها وطنشي. ماشي تمام، شوفيها وطنشي، بحجه بقى ايه، ان هو كان مزعلك من يومين فاتوا على حاجه تافهه، فانت لسه فاكراها، بايه، بتعاقبيه بمعنى اصح. بصوا انا يعني لو عايزه تخربي علاقتك، خلي كل يوم شكل، اي حاجه يعملها شكلي عليها حتى لو كانت تافهه. ده انا يعني انتوا خدتوا الستات مصر الا من رحم ربي طبعا، خدوا اللقب الستات النكديه على مستوى العالم. النسبه بتاعت النكد ارتفعت جدا. بحس ان البنات بتتجوز عشان تنكد، لا وبتتعلم النكد بقى في بيت اهلها، يعني بتاخد كده دروس في النكد. يا جماعه مش نفوت لبعض، انا مش عارفه. رقم 14، لو عايزه تخربي علاقتك فعلا، عايزه كل نفس بتنفسه تساليه كنت فين، مع مين، امتى، رايح فين، كذا، بحجه الغيره. انا بغير عليك يا حبيبي، بغير عليك. اه، ما انتي بتغيري عليه والدوشه دي كلها، انا عايزاكي بقى تخنقيه لحد ما يطهق منك ويطفش، تمام؟ اول بقى ما تليفونه يبقى مشغول، تقوم القيامه بقى، ده بيخوني، ده بيعمل، ده كذا. ده بصي انا عايزاكي بقى تتهبلي بقى وتطلعي عليه بعد كده في الاخر. ده لمجرد ان هو مثلا مشغول، كان بيكلم حد في الشغل او غيره، والشك بقى يبدا يملى قلبك، ويبدا بقى ده بيخوني، ومش ما انت مش واثقه في نفسك. اخربي يا ماما علاقتك، اخربي اخربي. تهتمي بنفسك ليه؟ ليه؟ لو خاصة الناس المتجوزة اللي بكلمهم، عصر الاهتمام دي، ولا خلاص مش اتجوزتي؟
معذرة، مش اتجوزتي خلاص ومسكتيه وقفشتي في راجل؟ تهتمي بنفسك ليه يا بابا؟ مش تهتمي اصلا، عصر الاهتمام خلاص ولا. حسبي الله ونعم الوكيل منكم لله. لو بعدين بيزعلوا قوي لما بتلاقوا الرجاله بتبص بره، ما هو هيعمل ايه؟ هو الافضل هو يتجوز عليكي على طول، على طول. ومحدش يقول لي مسؤوليات، اوعى حد يقول لي مسؤوليات. ما في ناس عندها مسؤوليات بالتلات اربع عيال ومهتمه بنفسها، اوعى حد يقول لي مسؤوليات. عايزه علاقتك بقى فعلا تتدمر، عايزه حياتك كلها بس مباشر مع مامتك، بس مباشر. خليها بص، اي خطوه بعملها، اي خطوه بتروح وبتيجوا بس مباشر عند اهلك على طول. ما شاء الله حياتك كده كده. لو عند ايه وعند اخواتك برضه يعني، بس مباشر مش عند اهلك بس، لا لا، وعند اخواتك وجيرانك بقى، مش هتسيب اي حد. اتجددي في علاقتك ليه؟ التجديد يا ماما الروتين حلو، الملل جميل، ونجدد ليه ونعمل ليه ونبسط نفسنا ليه؟ احنا بنعشق النكد، احنا اصلا اسره نكديه، عيله نكديه. انا بحب النكد اصلا، اجدد ليه؟ ولا اعمل يوم فرايح لجوزي ليه؟ ولا اعمل يوم كويس افاجئ بيه خطيبي ليه؟ ليه يا ماما ليه؟ الملل حلو، الملل حلو. انا بقى عايزاكي عشان فعلا تخربي علاقتك بجوزك بقى فعلا. اول ما يجي كده من الشغل انا عايزاكي تستقبليه ازاي بقى؟ بالمشاكل، مشاكل العيال والمصاريف، وتخلي العيال يستقبلوه بالدوشه. باذن الله هتطلقي. رومانسيتي وكلامي، احنا كبرنا على الكلام ده. رومانسيتي تلاقي واحد مثلا متجوز بقاله 15 سنه ولا حاجه، ومراته تقول له ايه، يجي مثلا يكلمها ولا يكلمها بحاجه رومانسيه، تقول له يا راجل احنا كبرنا على الكلام ده. مش عارفه يا جماعه كبروا على ايه، ولا يمكن الاسلام مثلا، اسلامنا مثلا وضع حد معين او سن معين للحقوق الشرعيه مثلا، يعني يفهمونا برضو. يعني برضو احنا بحثنا في القصص دي. هاتولي حديث الرسول يا جماعه، ده في سن معين بينتهي فيه الرومانسيه، يعني مثلا بعد 45 سنه بينتهي فيه الرومانسيه. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ انا الواحد بيستغرب فعلا، بيستغرب من الحاجات اللي بتحصل. لو بعدين يجي يقولوا له ايه، يعيبوا على الرجاله ان هم مثلا بعد ال40 يفكروا يتجوزوا. طب ما انتوا اصلا مش مهتمين بيهم، زي ما يكون ده مش بقى راجل خلاص نفس صلاحيته. ايه يا جماعه في ايه؟ حتى الكلمه الحلوه نفسها لا احنا نوفرها للعيال ليه يا شيخ؟ انا مش عارفه الصراحه كميه المشاكل اللي بتيجي بسبب النكد وبسبب الحاجات اللي انا لسه قايلها دي. اتقوا الله في ازواجكم، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. زوجك ده مادام هو مخلص ليكي، ومادام انت ماليه عينه، ومادام مهتمه بيه، ومادام انت اخترتيه صح في الاول، يبقى خلاص شريف عينك. مسؤوليات فوق راسنا، تمام. خلصي مسؤولياتك قبل ما يجي. يعني انا بقول يا جماعه، يعني حتى كمان الغدا، يعني حاولي لو انت عندك اطفال ولا حاجه، حاولي تغديهم قبل ما هو يجي. في يومين في الاسبوع يا ستي، مش لازم الاسبوع كله، قبل ما هو يتغديهم، هو بحيث انك انت وهو تتغدوا سوا. اعملي قعده رومانسيه كده، اقعدوا سوا، اتعشوا سوا. نوم العيال بدري، يعني ليهم في اي حاجه عشان تعرفوا تتكلموا كلمتين سوا. يا جماعه ارحمونا، الناس مش عارفه انتوا، انا مش عارفه، ومش حد يقول لي بقى المصاريف والماديات، الحاجات دي ملهاش دعوه بالماديات. يعني حتى لو هو مطحون في الشغل طول النهار، وانتي مطحونه في الشغل طول النهار بمسؤوليات في البيت، فمن حقكم انتوا الاتنين انك ترتاحوا على الف بعض. يعني انا مش عارفه والله يا جماعه، الناس بتخاف تفرح. والله انا بحس ان الناس بتخاف تفرح، الناس بتخاف تطلع من الجو بتاع الملل بتاعهم. ارحمونا، ارحمونا والله. يعني والله يعني انا مش عايزه اقول لكم ان انا وصلت لمرحله ان انا كنت بقيت بشوف المشاكل. طب وبعدين احنا، وبعدين هنفضل لحد كده لحد امتى؟ مفيش حد مقدر التاني، مفيش حد بيحترم التاني. الفيديو اللي قبل ده للشباب، والفيديو ده للبنات. يا رب الناس تعمل بيه، يا رب الناس تاخد كلامي حتى لو كنت بقوله في هزار، فانا بهون، مش ينفع برضه اقول كلام زي ده في جد ومش عارفه ايه. ف يا رب الفيديو يغير فيكم شويه، وتاخدوا بالكم من الحاجات دي، ونجدد حياتنا. سواء بقى مخطوبه تستعدي للمراحل دي او المراحل الزوجيه، او سواء متجوزه تجددي حياتك مع جوزك، وفعلا تسمعيه حتى لو كان سلوكه كبر، ايه المشكله يعني؟ هو السعاده نفسها في السن. ما الناس عندها 70 سنه وبيلعبوا رياضه وعايشين حياتهم. انتوا اللي دافعين نفسكم بالحياه زي ما بيقولوا. يا رب تكون رسالتي وصلت، ويا رب تكون فعلا يعني لحظة تغيير بالنسبة لك. سعيدة جدا كنت معاكي. لا هشام، مدربة التنمية البشرية واستشارة علاقات أسرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.